وجودها أو حافظت على وجودها المادي أنها ستحمي نفسها. لا، لن تحمي نفسها إن لم نقاوم أيها الإخوة، إن لم نتمسك بديننا فسيأتون إلى مضاجعنا. إياك أيها الإخوة أن يوسوس لكم الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يخوف الناس، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو معنى التوحيد العملي. لا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ونجاهد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى كتب على هذه الأمة الجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، زي ما قال كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال. وهم الآن يريدون أن يغيروا القرآن ويرفعوا منه كلمة القتال. هم لا يحبون ذلك، رغم أن القتال والمقاومة هي التي حمت ديار المسلمين أمام الصليبيين اللي احتلوا ديار المسلمين 200 سنة، واستطاع صلاح الدين الأيوبي أن يهزمهم ويحرر القدس منهم. والمقاومة هي التي تحمينا الآن. في أفغانستان لا يعرفون ماذا يفعلون أمام بعض الشباب المسلم من طالبان، وفي العراق وفي فلسطين ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بنواياهم، فإذا استحضر المسلمون الجهاد فإن الله ينزل آيات، ينزل ملائكة كما قال في سورة الأنفال تقاتل مع المسلمين. لا تخافوا أيها الإخوة، استحضروا في أنفسكم الاستشهاد والجهاد، لأنه هو الأداة الوحيدة لأن نحمي أولادنا ونحمي مستقبلنا، وقبل كل ذلك نحمي ديننا.